خلصت اكلتنا في ثواني. عايزه اقول لكم عملتها بطريقه زمان وريحه زمان. طريقتها روعه روعه، اللهم بارك. ما خدتش وقت خالص في التسويه، ما شاء الله. اللحمه طريه وزبده خالص. تعالوا بقى اوريكم الفينش بتاع اكلتنا. بصوا بقى، ما شاء الله اللهم بارك. انا عامله اللحمه بعد ما حمرتها واديتها صدمه كده اهوت في السمنه. مسكت بقى شويه صلصه متسبكين ونزلت بقى عليهم كده اهوت. عايزه اقول لك الصلصه اتحمصت على الجوانب، بسم الله ما شاء الله. يعني المنظر يتحدث عن نفسه. هوريكم دلوقتي لما اقلب لكم الكاميرا، ما شاء الله. بس قلت ايه اوثق معاكم اللحظه دي، وتعالوا ندوق بقى ايه الفينش بتاع اكلنا. عملت بقى رز واحده واحده كده اهوت متحمر، وعملت بطاطس مكعبات، واللحمه بتاعتنا اهي، وعملت شوربه خضار. اتمنى النهارده الفيديو ينال رضاكم ويعجبكم. بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، واهم حاجه ايه، انا عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من المشتركين ان شاء الله. بصوا بقى، بصوا، انا مش عارفه الكاميرا ظلمه الدنيا خالص معايا والله. لا انا مش هقدر اكمل. بصوا على اللحمه، الفلتر ترجع يا ولاد، مش مشكله. طريه مزبده، البطاطس ما شاء الله. بصوا انتوا لازم تتفرجوا على الفيديو ده، لازم تتفرجوا على الفيديو ده، علشان الاكله دي يعني لو اتفرجتوا على الفيديو هتعملوها بمزاج وبدماغ عاليه. يلا بقى انا شوقتكم كده اهوت، وتعالوا بقى نسمع الفيديو ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هسيبكم بقى دلوقتي عشان تيجوا اقلب لكم الكاميرا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. طبعا انا بعد ما شوقتكم في المقدمة، تعالوا نبدأ الفيديو. سمي وصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين اللحمة جمال وطعامة وشكل وحلاوة. تعالوا بقى يا جماعة نبدأ النهاردة الفيديو بتاعنا. بس أهم حاجة نعملها بقى إيه، بحب وحنية لأيام زمان. هتجيبي بقى أكبر حلة عندك، هحطها على النار، هنزل بقى بمعلقتين سمنة حلوين كده ومحترمين، وهنزل بقى باللحمة بتاعتي وهصدمها كده اهوت على النار. أنا بصراحة من مدرسة إن إنك تدي اللحمة صدمة حلوة كده على النار، علشان تتشمع معاكي وتاخدي أحلى تست في الشوربة بتاعتك. هنا بقى هسيح السمنة اهو، وهنزل بقى باللحمة بتاعتي قطعة قطعة. وعايزة اقول لكم بجد الحركة دي بتفرق جدا جدا في طعم اللحمة. وبصراحة يعني يا جماعة انا ما بعملهاش على طول، لكن انا يعني بقارن ما بين لو عملتها بالطريقة دي ولما اجي اعملها يعني بسويها كده هو في مية كده على البارد يعني. فبصراحة بحس ان الطريقة دي احلى. تمام. هنا بقى بنزل بقى بكل قطعة. طبعا الحلة معايا سخنة مولعة نار، عشان برضو ايه اللحمة ما تجلدش معايا وتبقى ناشفة. طيب هنا بقى اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، طريقتها كانت جميلة وحلوة. بس بالله عليكم ما تخرجوا بقى من الفيديو الا ما تشاهدوه للاخر. ولو وصلت لحد هنا ما تنسوش اللايك، وحطوا اللايك دلوقتي عشان ما تنسوش. طيب بقى نزلت بقى هنا دلوقتي بكم ورقة من الورق اللورا، وهنزل بقى بمعلقه صغيره من البهارات السبعه. الحاجات دي برضو يا جماعه وانتوا بتحمروا اللحمه بتدوكوا برضو تست عالي، وتخلوا بقى ايه يعني التوابل والبهارات اللي انتوا هتحطيها يعني اللهم صل على النبي كده اهوت ايه، بتاخد صدمه معاكي على النار وبتطلع احلى ما يمكن ان يعني ايه تستطعميه. هنزل بقى ببصلايه كبيره اهو، وهشوحها برضو هنا في السمنه، واللحمه كله ياخد من بعضه اهو. شايفين خدت معايا صدمتين 3 كده اهوت حلوين. نزلت بقى بميه سخنه. طبعا طالما اللحمه معاكي سخنه يبقى لازم تسقيها بميه سخنه عشان ما تبقاش مجلده معاكي. هنا بقى جبت بصلايتين حلوين كبار كده، وهفرمهم فرما ناعما حتى يستغيثوا. ونزلت بقى بمعلقتين سمنه برضو من كبير، برضو معلقتين كبار، وفي حله كده اهوت على النار، وهشوح البصله بتاعتي لحد ما لونها يدبل. تمام اهو. اهو يا جماعه بصوا، عايزه اقول لكم يعني اللي انا هعمله دلوقتي طبيخ. بصوا والله العظيم
فكرني بايام زمان. سيبكوا بقى انتوا ايه من الحاجات بتاعت الايام دي بقى، ايه الاكلات النواشف والكلام ده. بجد كون انك تعملي اكله يعني تحني للماضي كده والايام زمان، فعلا بتحسي نفسك انك انت واقفه مستمتعه في المطبخ. جبت بقى كام بطاطسايه حلوين كده اهوت، هقشرهم على بال ما البصلايه بتاعتي تستوي ولونها يدبل. هقشر كميه البطاطس كلها طبعا، يعني اعملي بقى كذا حاجة وقت مثلا لو البصلة عايزة تتحمر، وقت الرز مثلا عايزة يتحمر، ما نقفش طبعا فوقيها كده اهوت وما نعملش حاجة. لا، خلي ايدك شغالة في كل حاجة، هتلاقي نفسك انجزتي وخلصتي كذا حاجة في وقت واحد يعني. اهو، عايزه اقول لكم الصلصه المركزه دي بسم الله ما شاء الله كانت عباره عن طماطم بس من غير اي اضافه حاجه، قسما بالله يا جماعه. وان شاء الله باذن الله هنزل لكم الفيديو بتاعها بعد الفيديو ده. بس اهم حاجه بالله عليكم شدوا حيلكم في الفيديو ده ووصلوه لي بقى اكبر يعني عدد من يعني اللايكات، وشاهدوه للاخر، ما تجروش الفيديو لانه ان شاء الله كده هتستمتعوا كده بيه باذن الله. خلاص بقى كده اهوت، انا غسلت البطاطس بعد ما انا قشرتها، وهنا بقى هقطعها مكعبات. بصراحه كنت عايزه اعملها صينيه بطاطس، بس قلت ايه لا، ايام زمان بصوا انا هعيشهم يوم من ايام زمان، يبقى البطاطس المكعبات هي اللي ايه، هي اللي هتقوم بالواجب النهارده. اهو البلانشه طبعا عماله تروح وتيجي، فقلت خلاص طيب طالما ايام زمان يبقى هقطعها على ايدي وخلاص. زمان بقى امهاتنا واجدادنا لا كانوا يستخدموا بلانشات ولا كانوا يستخدموا اي حاجه خالص، احنا بقى اللي عاملين من الحبه قبه. الله المستعان طبعا، وربنا يعيننا ويلطف بينا طبعا. يعني عايزه اقول لكم بجد الايام اللي احنا فيها دي، اي نعم حاجات كتيره موفره علينا في يعني الاجهزه الكهربائيه ما كانوش زمان يستخدموها، بس احنا بندور على الراحه، راحه البال. راحة البال زمان كانت بسم الله ما شاء الله بجد يا جماعة. كانوا يتعبوا كانت كل حاجة يعني في عمايلها صعبة، لكن كانوا يعملوها بنشاط وحيوية ورضا وقناعة. لكن الأيام دي ما تلاقوش الحاجات دي، أنا مش عارفة في إيه. الله المستعان، وربنا يعيننا طبعا على اللي احنا فيه. نزلت بقى بالبطاطس، شوحتهم كده في البصله، ونزلت بفصين من الثوم، هرستهم بالهراسه دي. عاوزه اقول لكم الهراسه دي جميله ورخيصه بس نينجا. هنا بقى هنزل بقى بالصلصه بتاعتي المركزه. عايزه اخلي بقى اللون بتاعها كده هوت ايه، يبقى احمر زي طبيخ زمان بتاع الافراح وبتاع امهاتنا. هنا بقى خدت كام كبشه من الشوربه، اللحمه خلاص بقى بدات تستوي معايا، وخدت كذا كبشه كده هوت عشان البطاطس تستوي. وخلاص يعني وطيت عليها ونقلتها على العين اللي ورا. جيت هنا بقى جبت حلة، وهنا بقى برضو حطيت كام معلقة من الزيت عشان احمر الرز. سبت بقى الرز بقى على بال ما يتحمر معايا، لانه بياخد وقت طبعا على بال ما يغيب في التحمير يعني. قلت اما ايه اعمل بقى الخضار بتاع شوربة الخضار. غسلته وقشرته ولقيت نفسي ايه هبدأ فيه. فلقيت بقى الرز خلاص اتحمر معايا اهو. هنزل بقى بشوية الرز الباقيين دول وهمكسهم كلهم في بعض، علشان انا عايزة الرز بتاعي يسخن وياخد سخونية الحلة عشان اسقيه عشان هسقيه يا جماعة زي ما بقول لكم كده بالشوربة. الشوربة يا جماعة لو سقيتوا بيها الرز والله العظيم بجد يعني بتنقل طعم الرز لحتة تاسعة خالص. جربوا انكم تعملوا كده، هتلاقوا نفسكم انتوا فعلا بتاكلوا لحمة كده في بعضها. فطبعا كان في دكتور قبل كده بيقول انه الغذاء كله مش في يعني في حته اللحمه اللي انتوا بتاكلوها، الغذاء كله بيبقى في الشوربه. فطبعا الشوربه كتير ما شاء الله، فطبعا الرز ده هنا ايه العيال بياكلوه. فانا قلت ايه بقى خلاص كده هو يعني اعلي القيمه برضو بتاعت الرز، وسقيته شوربه. سبته بقى على النار لحد ما يتشرب بقى كده اهوت، وهوطي عليه. وهنا بقى قلت يعني اقطع الخضار بتاعي عشان هعمل شويه شوربه خضار. بس ايه بجد يا جماعه لو عملتوها بالطريقه دي كل اللي هيدوقها منك يقولك انت عامله ايه في شوربه الخضار. والله العظيم. بصوا بقى انا جبت كل الخضار اللي كان عندي، جزر على بطاطس على كوسه. فلو انت عندك اي نوع تاني خضار حطي. شوربه الخضار بتحب الخضار المنوع دوت كده اهوت، ومش هتقولك لا. بصراحه كمان عشان تعلي التست قوي بتاع شوربه الخضار، لو عندك شويه كرفس كده عودين كرفس، بصوا بجد فظيعه فظيعه والله العظيم بتبقى جامده. فالمهم هنا بقى غسلت كل الخضار بتاعي وقشرته اهو، وهقطعه بقى مكعبات كله قد بعضه.
لو وصلت لحد هنا يا حلوه ونسيتي تحطي لي اللايك، انا شايفاكي يعني عايزه اقول لكم اللايك يا جماعه والله العظيم لا بياخد من الرصيد ولا بياخد من الباقه، يعني انتوا بس مجرد ان كنتوا تشجيع منكم ليا هتشجعوني ان انا انزل لكم الفيديو باستمرار. المهم هنا بقى انا طبعا يعني ايه بطبخ النهارده في كله حلل في ألمونيا، يعني ايه عشان يعني احس ان فعلا ايام زمان انا واقفه كده في ايام زمان. لا طبعا ايام زمان لا كانوا يطبخوا في جرانيت ولا سيراميك ولا الكلام بتاع ايام اللي احنا فيها دي. المهم ايه شوربه الخضار يا نوره، عملت ايه فيها؟ جبت حله وحطيت برضو معلقه من السمنه، وحطيت يا جماعه فصين من الثوم شوحتهم كده اهوت يا دوب يتبلوا ويطلعوا النكهه بتاعتهم اهو. وهنزل بقى يا جماعه دلوقتي نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، علشان انا عايزه كل حاجه كده تتمكس في بعضها وتظهر الطعم الجامد ده. عايزه اقول لكم فعلا الصوص اللي انا عملته ده من السمنه والثوم والكزبره بجد يعني فرق جدا جدا في طعم الخضار. هنا بقى هشوح كل الخضار مع بعضه، شايفين ما شاء الله اللون، يعني الصغيرين يعشقوه قبل الكبار والله. اهو مكسته كله في بعضه كده وهو اديته تقلبتين 3، وهنزل بقى بالشوربه. بصوا لا تقولوا كبشه ولا اي حاجه، اي حاجه قدامك نظيفه اغرفي بيها، خلي البساط احمدي وخلي يعني بصي اتشقلبي كده في المطبخ من غير ما تقيدي نفسك بحاجه معينه. انا لسه هروح اخر الدنيا اجيب الكبشه، انا لقيت طبق يا جماعه قدامي ونظيف وزي الفل، فمش هيقولك لا يعني. سبت بقى شوربه الخضار تستوي كده على مهلها، وعايزه تاكلي احلى اكل وطي عليه، كلي على نار هاديه. طيب ايه بقى يا نوره الحركه اللي انت بتعمليها في اللحمه بتوديها في حته تاسعه خالص؟ بعد ما تستوي بصفيها من الشوربه وبجيب صينيه زي كده اهوت، والله يا جماعه من جمالها وريحتها يعني واصله لاخر الدنيا كده اهوت. فجبت بقى برضو معلقه من السمنه وحطيتها في الصينيه بتاعتي لحد ما يعني تسخن جامد، وهنزل بقى باللحمه بتاعتي المستويه وهديها صدمتين حلوين كده اهوت واشوحهم في السمنه. بعد ما اقلبها وش وظهر كده اهوت على في السمنه، هروح جايبه بقى معلقتين من الصلصه انا كنت شايلاهم على جنب وقت ما انا كنت بعمل البطاطس، وهسقيهم كده اهوت سقسقه. هسيبها بقى كده اهوت يعني على نار هاديه برضو تتمكس في بعضها، عشان انا عايزه يعني صوص روعه. خلصت بقى الاكل بتاعي وكل حاجه استوت. بصوا بقى على جمال شوربه الخضار، كان بصوا والله العظيم يا جماعه مش عارفه اقول لكم ايه. اللحمه طبعا من كتر السوا بتاعتها بقت دايبه خالص وقطع. هنا بقى يا حبايب قلبي عملت البطاطس مكعبات برضو جميله وطعمها حلو ومركزه الصلصه، وشوربه الخضار كانت جامده جدا. قولوا لي بقى تسلم ايدك في التعليقات، وان شاء الله باذن الله الفيديو ينال رضاكم ويعجبكم. بالمناسبه اللحمه كانت ب 170 جنيه، الله المستعان. طبعا كانت لحمه راس، انا بقى حبيت ان انا اعملها لهم بالطريقه دي علشان يعني ايه اي حد بقى ما يعني نفسه ما بتروحش للحمه الراس ياكلها بقى بالطريقه دي زي الطواجن. بجد يا جماعه قولوا لي بقى ايه رايكم، وان شاء الله باذن الله الفيديو ينال رضاكم ويعجبكم واكون خفيف على قلبكم، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. طبعا بعد الاكله دي لازم تحرقي بقى الدهون بتاعتك، فيلا بقى اشتغلي في المطبخ. واشتغلت بقى دعكت الدنيا دي كلها، وشايفين بوتاجازي ما شاء الله محافظه عليه بقى زي الفل كده. انا ارتحت، لو الدنيا تخبط وتقلب كده بس اهم حاجه البوتاجاز نظيف، انا بحس نفسي ان انا في كامل السعاده. بحبكم في الله، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع نور عبد الواحد.